هنا الآن راح أبدأ أحضر معاكم الشوربة. أنا جدا متأخرة، مو عوايدي بس تعبانة شوي فتأخرت. عموما راح أجهز الشوربة مع بعض. شوربة دجاج راح أحتاج إلى دجاج مقطع قطع صغيرة، راح أحتاج إلى كريمة الذرة، هذا شكل كريمة الذرة وممكن الاستغناء عنها إذا ما تبون تحطونها بالذرة. أحتاج إلى ما يقارب 3 كاسات حليب وتقريبا نص أو كاس كريمة الخلط، هذا حليب عادي. أحتاج 3 ملاعق طحين، فلفل أسود، كمون وزبدة وشوية زيت وأكيد ملح. راح أحتاج إلى مكعب دجاج أو أي شوربة دجاج، بستخدم هذه النوع برويكم إياها الآن. هي هذه عبارة عن هذه، الميزة اللي فيها إنها صحية جدا. إذا ما عندكم عادي استخدموا مكعب مرقة دجاج ماجي، جودي، أي نوع أنتم تفضلونه، أو كنور، أي نوع أنتم تفضلونه عادي، أهم شيء إنه مرقة دجاج. الخطوة الأولى حطيت الزبدة مع شوية زيت، استناها بس تذوب. راح أضيف لها الدجاج وبهاراتي مع مكعب مرقة الدجاج، أو بعدين أضيف المرقة. أضفت الدجاج، طبعا كانت شوية تحتاج إنها تحمى أكثر بس مو مشكلة. أضفت الدجاج، الكمون والفلفل الأسود، بس هذه بهاراتي. أضيف مرقة الدجاج، أضفت الطحين وأقلبه مرة مضبوط عشان ياخذ طعم الحمص. أيضا أضفت هنا كريمة الذرة، أنا حسيتها ثقيلة فراح أزيدها تقريبا كاسين، تقريبا كاس إلى كاسين موية. زدتها موية، طبعا راح أخليها تطبخ تقريبا 10 دقايق وبعدين أطفي عنها أستأكد إن كل شيء استوى. ضبطت الملح طبعا.